رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: وتنزع عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه مقدمة من هذا الإمام الشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى، وبدأ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما كان يراسل الملوك كان يكتب في رسالته أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والقرآن مبدوء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا يعني من ألف من العلماء يبتدئون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: الحمد لله. أيضا بعد البسملة يبتدئون بحمد الله بالحمدلله. وقد جاء حديث، لكن هذا الحديث لا يصح، ولكن أيضا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فالقرآن ابتدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته: الحمد لله المحمود بكل لسان. فهذا الحمد المراد به الثناء على الله عز وجل، ثناء على الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيره من أهل العلم: الحمد هو الثناء، ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم. حمد الله ثناء على الله، ذكر أوصافه مع محبة والتعظيم والإجلال، محبة وتعظيم والإجلال. المحمود بكل لسان، نعم، يحمده كل المخلوقات، يحمده كل المخلوقات، تحمد الله عز وجل. قال: المعبود في كل زمان، نعم، كل زمان يعبد الله عز وجل المستحق للعبادة، وكل شيء يعبده سبحانه وتعالى، حتى الجمادات كالأحجار والأشجار، وكذلك المخلوقات من الحيوانات الطيور وغيرها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض وغير ذلك من الآيات. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان، نعم، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم، وغير ذلك من الآيات. قال: ولا يشغله شأن عن شأن، نعم، فهذا يدل على عظمة الله عز وجل وكبريائه، على عظمة الله عز وجل وكبريائه وإحاطته بكل شيء، إحاطته بكل شيء، فيسمع جميع الأشياء، جميع المخلوقات، على مع تعدد لغاتهم، اختلاف ألسنتهم ولهجاتهم. قال: جل عن الأشباه والأنداد، نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبه شيء سبحانه وتعالى، فلا يماثله ولا يشبه شيء من مخلوقاته. قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا
هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد؟ لم يكن له كفوا أحد. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد. نعم، الصاحبة الزوجة، كما قال الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فالله عز وجل ليس له زوجة وليس له أولاد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن زعم لله الولد فقد كفر. قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له من في السماوات والأرض كل له قانتون. قال ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم، لا راد لحكمه، لا راد لحكمه، فهذا الحكم القدري الكوني، فمن شاء الله كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير. لا تمثله يعني تجعل له مثال، لأنه يعني لأن الله عز وجل لم يعني يره أحد، والله عز وجل العظيم الذي ليس كمثله شيء وليس له سمية، فلا يجوز تمثيل الله عز وجل بصفاته بصفات المخلوق، يده كيد، وجهه كوجه المخلوق أو غير ذلك بالتفكير. ولا تتوهمه القلوب بتصوير، تصوره، تكيفه، تجعل له كيفية، يد الله كذا وكذا وكذا بالتصوير، هذا لأن الله عز وجل لا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله عز وجل، لا يحيطون بالله عز وجل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كما سيأتي، ولا يحيطون به علما. قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الآية فيها يعني نفي الكيفية، التمثيل، نفي أن يكون لله عز وجل مثيل أو شبيه، وإثبات الصفات لله عز وجل، ليس كمثله شيء. هذه أعظم آية في القرآن ترد على أهل التمثيل وأهل التعطيل. الله عز وجل نفى أن يكون له مثل. الذين يقولون أن صفات الله كصفات المخلوقين، الله عز وجل نفى ليس كمثله شيء. ثم الذين يقولون الله عز وجل لا يتصف بصفات، لأن إذا كان له صفات يشبه المخلوقين، أثبت الله عز وجل بأن له أسماء وصفات، وهو السميع البصير. السميع اسم والبصير اسم، ويشتق منهما من السميع صفة السمع، ومن البصير صفة البصر. قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تقدم معنا، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى. قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هنا أثبت لله عز وجل يعني صفات الرحمن على العرش استوى، أن الله عز وجل استوى على العرش، أن الله عز وجل استوى على العرش، وكذلك بالعلم يعلم السر وأخفى. وكذلك الملك له ما في السماوات، ملك السماوات والأرض وما بينهما، ما بين السماوات وما تحت الثرى. قال أحاط بكل شيء علما، تقدم معنا. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه من صفات الله عز وجل. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم، هذا يعني فيه كما تقدم معنا في يعني القاعدة في الأسماء والصفات، أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل توقيفية، أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل توقيفية، لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لا نأتي باسم ليس في الكتاب والسنة، ولا بصفة ليست في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، كما سيأتي معنا ما سيذكره المؤلف. قال التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات. قال وكل ما جاء، هكذا صح في القرآن، وكل ما جاء في القرآن صح هكذا. قال وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، إن قد تختلف بعض النسخ. قال أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله
ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الدم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما هو الواجب علينا تجاه النصوص من الكتاب وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما صح. قال: وكل ما جاء في القرآن صحيح كله متواتر أو صح عن المصطفى عليه السلام، لابد أو صح، لأن هناك أحاديث ليست صحيحة. ليس كل ما جاء عن الرسول خلاص حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص مباشرة نقبل به، فهناك أحاديث ضعيفة، هناك أحاديث مكذوبة موضوعة وضعها يعني رجل رافضي جيء به ليقتل، رافضي جيء به ليقتل، قام عليه يعني حد الكفر ردة، فقال: قد وضعت فيكم 14,000 حديث، واحد فقط. هذا الرجل وضع 14,000، يعني كذب، جاء بأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم؟ 14,000، أنبت بلاس ريبو. هذا واحد وحده فقط. كيف غيره؟ خاصة الرافضة وكذلك أمثالهم من الصوفية، يعني يختلقون ويضعون الأحاديث بكثرة لأجل أن تصحح طريقتهم، يأتون بأحاديث مكذوبة فيكذبون يضعون الأحاديث. فهذا يعني يبين لنا أن ليس كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص نقبل به، لا، هناك حديث صحيح وهناك حديث ضعيف، ونعرف هذا بمعرفة الرواة الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والعلماء يبين لنا ذلك، العلماء الراسخين علماء الحديث. قال: أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من صفات الرحمن وجب. تقدم بعد القاعدة تجاه نصوص الكتاب والسنة الإيمان، وجوب الإيمان بما جاء في يعني هذه النصوص من أسماء الله وصفاته. قال: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول، نقبل سلم أسماء الله وصفات الله عز وجل، وترك التعرض له بالرد، لا نرد. الرد هو التكذيب، نكذب، نقول هذا ليس من صفات الله، هذا إنكار، هذا كفر. الرد نرد يعني ما ثبت في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله، نقول هذا يعني نكذب به، هذا كفر، هذا كفر. الرد أي التكذيب. قال: والتأويل أي نؤولها إلى المعنى غير ما أراده الله عز وجل، كما تقدم معنا يد الله يقول يعني قدرة الله أو نعمة الله، أو يعني القضاء أو كذا يقولون إرادة الله، مجيء الله مجيء أمر الله، ليس الله يأتي وإنما أمر الله هو الذي يأتي، وغير ذلك من التأويل. والتأويل يعني على أقسام، تأويل على أقسام. تأويل يعني المراد به تفسير، المراد به التفسير الذي يعني جاء عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هذا صحيح، مراد به التفسير. والتأويل يعني تأويل مراد به أيضا يعني تفسير يعني آيات يعني الأسماء والصفات يعني على غير المراد، لكن له وجه في اللغة العربية، له وجه في اللغة العربية، فهذا يعني فسق، وهذا يعني بدعة، هذا بدعة. والنوع الثالث تأويل مراد بالتفسير بهذا بغير يعني تعصب، مع التعصب تعصب وهوى، لكن له وجه في اللغة العربية. والنوع الثالث تفسير تعصب وهوى لمذهبه وليس له وجه في اللغة العربية، فهذا كفر، لأنه تكذيب، لأنه رد. فيعني مثال
التأويل الذي هو عن تعصب وهوى وله يعني وجه في اللغة العربية. استوى الرحمن على العرش استوى، يقول بمعنى استوى بمعنى الاستيلاء، له وجه في اللغة العربية أن استوى بمعنى الاستيلاء، لكن هذا يعني بتعصب وهوى، فسروا هذا بتعصب وهوى، هذا يعني فسق وهذا بدعة. ولكن الذي هو تفسير عن تعصب وهوى ليس له وجه في اللغة يعني العربية. فمثاله يعني أن ينفوا صفات الله عز وجل، لا يثبتون الصفات، أو يقولون يعني من باب المثال مثاله يعني يد الله، يد الله أن المراد بها النعمة، المراد بها النعمة، والمجيء المراد به الأمر. هذا ما في اللغة أن المجيء المراد به الأمر، المراد به أمر، وإلا اليد المراد بها جيء في اللغة أن المراد بها النعمة، لكن المجيء المراد به مجيء الأمر هذا ليس في اللغة، إنما هو مجرد يعني كالرد لهذا هذه الصفة والإنكار. قال والتشبيه والتمثيل. التشبيه مر معنا يعني أن يكون هناك يعني شبه، يد الله تشبه يد المخلوقين، فرق بين التشبيه تشبه وفرق بين التمثيل. التمثيل أخص، أن تقول يد الله كيدي مثل يدي، هذا تمثيل. أما تشبه تشبه يدي، يعني قد تشبهها في الصورة قليل لكن الحجم أكبر، هكذا التشبيه أعم والتمثيل أخص. قال مثاله يعني هذا الكرسي، هذا الميز يشبه أو مثل، مثل صح، لكن هذا يشبهه صح، يشبهه، هكذا يعني المثل مساوي تماما مطابق، والتشبيه مع اختلاف، مع اختلاف. قال وما أشكل من ذلك، أي هذا فيه بيان أن هناك من الآيات ما فيها مشكل لا يفهم معناه، لا يفهم معناه، ليس لا يفهم معناه عند الجميع، وإنما قد يخفى عن بعض، لا يفهمه البعض، لا يفهمه البعض. وهذا قد ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فماذا يقول المؤلف؟ قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هنا يعني أنكروا على ابن قدامة، بعض العلماء أنكر على ابن قدامة وقالوا أن هذا قول المفوضة الذين يقولون يعني في صفات الله، في أسماء الله وصفاته لا نعرف معناها، أو لا نعلم معناها، لا نعلم معناها، نثبتها فقط لفظا. السميع لله سمع، ما معنى السمع؟ الله أعلم. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا قول المفوضة. لله يد، ما معنى اليد؟ الله أعلم. اليد معروفة معناها معروف، لا، هم يقولوا الله أعلم، لا نعلم معناها، نفوض المعنى. هذا من أشر أقوال أهل البدع، من أشر أقوال أهل البدع. فيعني بعض العلماء انتقد على ابن قدامة، قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى، كأنه بقول المفوضة. واعتذر له بعض العلماء فقال لا، إنما مراده ما أشكل فقط، الذي يشكل نثبت اللفظ والمعنى لا نعلم، نحن لا نعلمه. أشكل علي مثلا، أشكل علي هذا المعنى، أنا لا أعلم هذا المعنى، لكن غيري يعلم هذا المعنى. فيعني قالوا لأنه يعني أولا أثبت الصفات، أثبت المعنى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. سيأتي معنا ما سيذكر من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أنهم يثبتون المعنى، فهو لا ينكر. كذلك جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يمدح هذا المؤلف ويثني عليه، وهو قد قرأ كتبه، فدل على أن يعني هذا يعتذر له بأنه ما أشكل معناه، أي ما لم يفهم معناه عند البعض، هذا يثبت، لا ينكر اللفظ، يثبت اللفظ والمعنى يقول الله أعلم، لأنه لا يعلم معناه. وغيره مثلا أحمد لا يعرف معنى مثلا صفة من صفات الله،
هو يعلم يعني قرأها لفظها ثابت في القرآن، لكن لا يعلم معناها، أشكل عليه، خلاص يقول أنا لا أعلم معناها، غيري يعلم معناها، محمد يعلم معناها أيضا، محمد يعلم معناها، أحمد لا يعلم، إذن محمد يعلم معناها لأنه عالم. هذا كلام المؤلف المراد به، ليس المراد أن الكل لا يعلم معنى الصفات، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، مفهوم؟ نحن نعلم معنى الصفات، لكن هناك في صفات تشكل علينا، لأن الله عز وجل ليس هناك صفات، يعني هناك آيات يعني تشكل معناها، يشكل علينا معناها، يشكل علينا معناها، فنقول نحن لا نعلم، غيرنا يعلم. ولكن آيات الصفات كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء ليس فيها مشكل، ليس فيها هناك ما فيه إشكال، لكن قد يقصر عند البعض فقط جهل بسبب أنه لم يتعلم، وإلا آيات الصفات كلها واضحة جلية وليس فيها ما هو مشكل، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. جميع آيات الصفات أسماء والصفات جميعها واضحة جلية ليس فيها ما هو مشكل. قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، أي نرد علم المشكل إلى الله عز وجل، إلى المحكم، نرد العلم إلى المحكم، العلم ما اشتبه علينا إلى المحكم، لأن هذه هي طريقة الراسخين في العلم كما سيأتي، يعني ما ذكره المؤلف وما سيأتي من يعني في القرآن ما ذكره الله عز وجل. قال ونجعل عهدته على ناقله، كما تقدم معنا في اللامية في يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن تقدم معنا أنه كله متواتر، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل الصحيح ونرد العهدة إلى النقال العلماء الذين والثقات الذين رووه، والثقات الذين رووه. قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربهم، يؤمنون بجميع ما جاء في القرآن وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن به، ولكن قد يشكل علينا المتشابه فنرده إلى المحكم، لكن نؤمن به، كل من عند ربنا نؤمن به ولا نتبع المتشابه. فالراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند الله عز وجل، والله عز وجل أمرنا أن نرد المتشابه إلى المحكم، نرد المتشابه إلى المحكم. فيعني كما ذكر يعني قال ذلك غير واحد من أهل العلم أن نرد المتشابه إلى المحكم، أن نرد المتشابه إلى المحكم لكي نعلم معنى المتشابه، لا نأخذ المتشابه فقط ونعطيه الناس لأجل أن يفتنوا. هذا طريقة يعني الذين في قلوبهم زيغ، الذين في قلوبهم زيغ يعني كأهل البدع، يأخذون المتشابه فقط الذي هو مجمل لا يعلم معناه، قد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. ما معنى متشابه؟ فيه معنى صواب وفيه معنى الخطأ، فيأخذون هذا المتشابه ويعلمونه الناس، والناس قد يظن أنه يحمل هذا، يعني هذه الآية تدل على مثلا، يعني هذا الدليل يحتمل أن يكون يدل على هذا الصواب ويحتمل أن يدل على هذا الخطأ، احتمال لأنه متشابه. فأهل البدع يأخذون هذه الأدلة التي فيها التشابه ويعلمونها الناس، يتبعون المتشابه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لأجل أن يفتنوا الناس وابتغاء يعني صد الناس عن سبيل الله. أما العلماء الراسخين فيقولون لا، هذه الآية متشابه تحمل الصواب وتحمل الخطأ، نذهب بها إلى الآية التي تحمل الصواب فقط، نرجعها إلى الآية التي تحمل الصواب والنص الذي يحمل الصواب، فنحمله على الصواب لأنه كله من عند الله، ليس فيه القرآن ليس فيه ما يرد بعضه بعضا، آية تحمل يعني معنى وآية آخر ضد ذلك المعنى، لا، أو السنة ما يتعارض بينهما تعارض، لا، كلاهما متوافق، القرآن والسنة الصحيحة متوافقة ما في بينهما تعارض.
هكذا يقول الراسخون في العلم، كل من عند ربنا، كله حق وما في تعارض. لكن أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلال يأتون يظهرون للناس أن هناك آيات تتعارض، بعضها يعارض بعض، يخالف بعض، يصادمون بين الأدلة، فلذلك يعني يصدون الناس عن طريق الحق، عن طريق الحق بهذا يعني العمل، هذا العمل الذي يعني ذكره الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم. الذي يأخذ الآية أو النص الذي فيه يحمل هذا النص يعني يحمل معنى يعارض معنى الآية الأخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم. إذا رأيت هذا يستدل بهذه الآيات المتشابهة فاحذروهم، لا تأخذ منه. لماذا؟ قال: فأولئك الذين سمى الله. من هو الذي سمى الله؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، أي وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه، أي عما يريدوه من أقوالهم الباطلة، أنهم يأخذون هذا يحمل معنى صحاح ويحمل معنى خطأ، فهم يأخذون هذا الدليل ويحملونه على المعنى الذي يريدوه، الذي يوافق أهواءهم، والله عز وجل بين قطع عنهم هذا، قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم. فيعني معنى الخلاصة في مسألة المحكم والمتشابه، القرآن يعني جاء في القرآن جاء في آيات أنه كله محكم، صح؟ ألف لام را كتاب أحكمت آياته، القرآن كله محكم. وجاء في آية أخرى أنه متشابه، في منه آيات محكمات، لا في آية أخرى أنه متشابه. أي آية؟ القرآن كله محكم، كله ليس فيه تعارض، معناه ليس فيه تعارض، معنى ألف لام را كتاب أحكمت آياته أي يعني ليس فيها تعارض، ليس فيها تعارض. وجاء في آية أخرى أن القرآن متشابه، الله المستعان، منه نسيت الآية، الله المستعان، أنسيتها. فمعنى الآية يعني إن شاء الله بعدين نذكرها إذا ذكر. معنى الآية أن القرآن متشابه أي يشبه بعضه بعضا، تشبه القصة. فهمتم؟ والأحكام يشبه بعضها بعضا، يعني جاء في القرآن حكم الأمر بالصلاة في آية، وجاء في يعني آية أخرى الأمر بالصلاة، هذه تتشابه الأحكام، تشابه الآيات في الحكم بالصلاة. مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام جاءت في مواضع كثيرة وهي قصة واحدة، يعني تتشابه. هذا المراد بالتشابه، تشابه القصص ويعني غير ذلك. وأما هذه الآية التي عندنا أن من القرآن ما هو محكم ومن القرآن ما هو متشابه، فماذا العمل في هذا؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم. وليس في القرآن يعني هناك متشابه لا أحد يعلمه من هذه الأمة، لا، وإنما قد يخفى على البعض ويكون البعض يعلم به. فما الحكم؟ ما هو الواجب علينا تجاه إذا وجدنا يعني محكم ومتشابه؟ أن نرد المتشابه إلى المحكم ونعمل بالمحكم. أما الذي يعمل بالمتشابه فهذا من في قلبه زيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.